السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنحل الويب تشالنج اللي موجودة في باي ستيف. تمام، نبدأ على طول. أول تشالنج، أول 5 تشالنج أصلا نفس السورس كود ونفس يعني هما تحت سورس كود واحد يعني. تمام. أول تشالنج ديسكريبشن ما ملوش معنى يعني، فبس المهم هنا بيقول لك إن مفيش هنا فرونت إند، مفيش حاجة ستاتيك هتتعامل معاها. تمام، سورس كود اهو هننزله. ده المفروض اللي هنتعامل معاه، اليو ال اللي هنتعامل معاه. تمام. نزلت السورس كود اهو. مكتوب بالبايثون. عندنا كام ملف بايثون كده. تمام، نخش على اللوجن نوتس نشوف عندنا ايه. اول حاجه بيقول لك عشان تريجستر اكونت، تعمل ريجستر الاكونت، هتبعت بوست ريكوست للاي بي اي ريجستر بالبارامتر اللي هو مديها لك دي، وتحط البارامتر دي وبعدين عشان تريجستر اكونت. بيقول لك طبعا لو دخلت مش عارف يوزر نيم غلط ايه هيعمل ايه، دخلت ايميل غلط هيقول لك ايه وكده. تمام، تعالى نجرب ونشوف هنتعامل مع حاجة زي دي ازاي. زي ما قلنا مفيش حاجة ستاتيك او موقع هنتعامل معاه، هو عبارة عن اي بي اي بس. فانا بريكومند ان احنا نستخدم البوست مان، مش طبعا تشتغل معانا وكل حاجة، بس ما دام بنتعامل مع اي بي اي ايه، بوست مان تبقى اسهل بالنسبة لنا. ماشي، يلا بسم الله. او اليو اللي معانا، نفتح البوست مان. ما عنديش على الويندوز فهنشتغل بقى على الفيم، معلش. تمام، نشوف. هو قال لنا بوست ريكوست، وهنا اخد ده كوبي. تمام، ويبقى ريجستر. تمام، عايزين نغير في الهيدر، نحط الكونتنت تايب. الكونتنت تايب نخليه جيسون، يبقى ايه طبعا. ونعمل ايه تاني؟ في البودي طبعا نحط البارامتر اللي هو قال لنا عليها، بس نختصر في الوقت، بس نجيبها من هنا. آه نجيبها كده مثلا ونحطها. تمام تمام ماشي. قالك طبعا البيتكوين والت المفروض تبدأ هنا بزيرو اكس. ثانية فين كده؟ زيرو اكس المفروض تبدأ. البيتكوين والت المفروض تبدأ بزيرو اكس، عشان كده موجودة هنا ايه زيرو اكس. طب بس عشان منضيعش وقت، هنخلي الايميل مثلا 0123، اليوزر نيم 0123، ونخلي الباسورد لغاية 9. تمام، نغير شوية ونبدأ كده نبعت نشوف هيقول لنا ايه. تمام، اداني يوزر اي دي، اليوزر اي دي بتاعي اللي المفروض انلوجن بيه. تمام، تعالى كده نجرب نعمل اي ونشوف ايه اللي هيحصل. ده تعالى نجرب مثلا نسجل تاني كده. قال لك يوزر نيم اوريدي تيكن. تعالى مثلا ن- نسجل بيوزر تاني بس بنفس الايميل. تمام، جاب لك ماي سيكوال داتابيز ايه، جاب لك ايه الداتابيز. نشوف الايه ده موجود فيه، بس عشان ده ايزي المفروض ايه. جيت كتبت بايو ده اول فلاج بتاعنا، واداني اول فلاج هنا. بيقول لك مش عارف ايه اكسيدنت باي ثرو دبليكيت ايميل، يعني معناه ان احنا لما حطينا دبليكيت ايميل جاب لنا ايه ماي سيكوال بالفلاج اللي احنا عايزينه. دي كانت فكرة اول تشالنج. تمام كده، فهمنا الفكرة العامة، احنا هنعمل ايه وهنبدأ نشتغل ازاي. ده اول فلاج جبناها عن طريق ان احنا جبنا ايه في الداتابيز، رجعناها الفلاج. تمام، نشوف تاني تشالنج وتالت تشالنج مع بعض. بس انا نسيت اقولها في التشالنج الاول، كلمة فيك فلاج 2 ده معناها ان هو بيقول لك في حاجة هنا، يعني في ممكن. بص معناها من الاخر، بص في الكود في الحتة دي. تعال نبص كده في فلاج 2. تمام. باي تيكت. ازاي تعمل كريت لتيكت، تعمل كريت تيكت بمثل بوست وكده.
وفي بارامتر description وفي مسج. بس انا عايز بس ناخد بص على البارامتر اسمه description ونشوف جوه ايه، وبعدين هنرجع هنا تاني. تمام. في الكولوم اللي اسمه description والكولوم اللي اسمه message، بس خلينا مركزين على اللي اسمه description. قال لك ان اللينس بتاعه 2048. تمام. نركز في اللينس 2048. تمام. تعال نرجع بقى اللي احنا كنا عنده. تو تو فيك فلاك 2 فيك فلاك سي، معناها تبص في السقوط في الحتة دي. تمام. قال لك انت ازاي تكريت تيكت، يبقى تيكت ميثود بوست. وقال لك الديسكريبشن اللي احنا لسه شايفينه. هل هنا في الجزء ده في 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 فانكشن بتست اللينس بتاع الديسكريبشن، ولا هو حدده في الماي سيكوال بس؟ مفيش، مش شايف هنا في الكود ان في حاجة بتمنع ان اللينس ممكن يكون 2048 زي ما هو ايه. تمام. ما فيش اي فانكشن بتحدد ان الديسكريبشن لازم يكون اقل او اكتر من 2048. تمام. تعال الاول نكريت تيكت زي ما هو قال لنا بالاند بوينت دي، ونشوف ممكن نعمل ايه. ماشي. المفروض دي الديسكريبشن هي حاجة كده ونبعت ونشوف هيقول ايه. تمام. ده التيكت اي دي والديسكريبشن وتمام. تمام. طب ما تيجي نجرب نحط اللينس اكتر من 2048، مادام مفيش حاجة تمنعنا، او مفيش ايرور مسج هيطلع لنا ان اللينس كبير او اي حاجة زي ما شفت. مفيش اي حاجة هنا تمنعنا. تمام. تعال نجرب نحط لينس كبير، اكبر من 2048. تعال بس عندك ايه. تمام. اعتقد كده عدى 2048. send request. here we go. جاب لي ماي سيكوال داتابيز ايرور. نشوف. اه لينس عشان اللينس. برضو عملنا ايه في ماي سيكوال وجبنا تاني فلاج معاه. تمام. تمام. تعالى برضو نحل تالت واحد نفس ده يعتبر فكرة قريبة. نشوف فيك فلاج 3. قال لك هنا بقى يا معلم. قال لك هنا في ازاي تقرا التيكت بتاعتك عن طريق التيكت اي دي. التيكت اي دي ده بيبقى انتجر. التيكت اي دي اللي احنا كنا جايبينه لما كان الننس اصغر من عدد صغير يعني. تعال نكتب 1 2 3 كده. ده هو التيكت اي دي. قال لك ازاي تريكوست التيكت اي دي. ماشي باي تيكتس وبعدين تيكت اي دي. قال لك في إيه هنا. قال لك لو ما كتبتش تيكت موجودة يقول لك نوت فاوند. تمام تمام تمام. تمام. نسيت مسج انتو. وعندك بامتا مسج بامتا مسج بس. تمام. تعال هنجرب كده نشوف التيكت اي دي ده ازاي بنقراه. وهنا المفروض مسج. تمام. تمام. تعال نجرب برضه نحط لينس كبير ونشوف في ايه هيطلع لنا ولا لأ. تعال بعمل ايه. تمام. مفيش حاجة جت. هو اصلا ده ما اعتقدش عدى 2048.
تمام. نفس الفكرة برضه، جاب لك ماي سيكوال داتابيز ايرور، وده تالت فريق معانا. تمام. جيت ريكوست كده. لما عملنا جيت ريكوست ما جابليش الايرور، والمفروض اصلا هنا بيقول لك انك تعمل جيت ريكوست، ولا مش هنا؟ لا. لا تمام، احنا كده تمام. طبيعي جيت ريكوست ما يبعتلكش حاجة، انك انت هنا بتبوست داتا، البوست داتا بتاعتك اللي هي المسج. دي كانت تاني وتالت تشالنج معانا في الويب. تمام. تعال نشوف التشالنج الرابع والخامس بيقولوا ايه. تمام. ده المفروض ده خلاص بقى دخلنا في الهارد. نشوف فيك فيلك فوق ايه الكلام فيه. تمام. بس عايز اقول بس ان احنا في الثلاث فلاجات اللي فاتت ان احنا كنا بنجيب، بنعمل ايرور في الداتابيز عن طريق الايرور ده، الفلاج بيبقى موجود ضمن الايرور ده. فاحنا المفروض نبتدي نفكر ازاي ممكن نعمل ايرور في الداتابيز عشان اكيد فلاج رابع وخامس بنفس الطريقة. تمام. تمام. آه هنا بيقول لك اللينس بتاع اليوزر نيم، اللينس بتاع اليوزر نيم المفروض يكون أكبر من 4. تمام. أكبر من 4 يبقى 5 أو 6 أو 7 حروف أو زي ما أنت عايز، بس من غير ما يكونش أقل من 4. مينفعش يكون 3 مثلا. فإحنا هنشوف ازاي احنا هنحاول نخلي اليوزر نيم أقل من 4. تعالى الأول بس نرجستر أكونت. ماشي، نرجستر أكونت. نجيب البودي بس عشان نجيب البودي. تمام. عايزين نرجستر اكونت، اي حاجة. يوزر نيم، احنا قلنا ان المفروض اليوزر نيم يكون ايه؟ يكون 3 مثلا. ام. تعال نجرب كده. قال لك invalid user name length. طب تعال نجرب بحاجة كده. invalid bitcoin wallet، انها المفروض تبقى ارقام. user ID نفع. سجلنا 3 وبعدين حطينا علامة اليمين. انا هشرح دلوقتي بس، اقول ايه اللي انا عملته دلوقتي، بس تعال نجيب الفلاج الاول. تمام. تعال نلوجن. آه انا عايزين يوزر نيم والباسورد عشان نلوجن. تمام. سكسس لوجن. مش كده، نشيل ده كده. تمام. هو ده الفلاج اللي هو بقى ايه اللي حصل بقى هنا دلوقتي. هو في حاجة اسمها يونيكود انجكشن او يونيكود. ده نوع من الفولنربيلتي بيحصل لما السيرفر يهندي اللي انت كتبته بعد ما تبعته. يعني هنا بيقول لك ايه: vulnerability occur when system modifying input of the user after having checked it. فاحنا اللي عملناه هنا عملنا يونيكود. اليونيكود دي بتيكوال بالظبط null في الداتابيز. فالداتابيز هنا عملت ايه؟ لما شافت ان احنا حاطين ام وعلامة اليونيكود دي، هي عملت ايه؟ هي اخدت الكلمة دي وهندلتها في الداتابيز اكنها كلمة نل. فبالتالي عندنا اليوزر نيم بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ام. فلما سجلنا بيه نفع معانا ان احنا نسجل بلينس اقل من 3. تمام. تاني الحتة دي اسمها يونيكود انجكشن. دي vulnerability بتحصل لما السيرفر يهندل
الانبوت بتاعك بعد ما تدخله خلاص، فهو هندل البتاعة دي او اليونيكود دي اكنها نل، فبالنسبة له في الداتابيز بقت نل. فالجزء ده بالنسبة له اتشال بقى مش موجود، وبقى التلات 3 ام اللي احنا سجلنا بيها. جينا نسجل فعلا بال 3 ام، قال لك نفع معانا وسكسسفول. وهو ده الفلاج الرابع. تمام. تعال نحل آخر واحد. هو ده المفروض برضه نشوف. تعال نبص على السورس كود. فايل. تمام. أمم، عندك هنا في اند بوينت اسمها admin boots، بتاخد اي بي ادرس، وبتاخد او اس اوبريتنج سيستم. طب تعال نكوستاك نشوف ايه اللي فيها. تمام، هي قالت بتاخد او اس و ده انا نسيت. ماشي. ماشي. بس مثلا نكتب ويندوز الاي بي، نكتب اي حاجة. let's find. ايه ده، هو انا اعمل ايه؟ اي بي اي بوت، صح؟ انا بهزر والله. اي بي اي بوتس. تمام. invalid اي بي ادرس. تمام. مش عارف ايه كده. المهم انا هقول لكم الطريقة اللي انا حليتها بيها على طول عشان ما نضيعش وقت. تمام. هنا فتحت اللايبراري اللي اسمها، اللي هو عامل لها import، اسمها اي بي. ايوه، المكتبة دي فين؟ هي دي. رحت فاتحها وقريت الكود بتاعها، عرفت انها بتقبل اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 من الاي بيات. تعال نجرب كده اي بي فيرجن 4 example. مش عارف ازاي احنا جرب. ماشي، جرب حاجة زي كده مثلا. تمام. عندك هنا ايه؟ invalid. تعال نجرب اي بي فيرجن 6. مم. بس ده سادس في اي بي فيجن 6. مش عارف ايه، عرفت ان الناس ازاي استخدم اي بي فيجن 6 زي ما قلت لك. قريت السورس كود، عرفت ان هي بتقبل اي بي فيجن 4 واي بي فيجن 6. جربت اي بي فيجن 6 واشتغل معايا وجاي الفاك. تمام كده، ده اخر تشانج يا شباب. وبس كده. لو استفدت بأي حاجة او ما استفدتش برضو، اعمل سبسكرايب ولايك وشير والحاجات اللي انتوا بتعملوها دي. يلا، مع السلامة.